خويا سمعوا هذا الفيديو مزيان تبعوه من الاول حتى الاخر، مفاجات كبيره في هذا الفيديو هذا. تصن تأهل المنتخب المغربي للمحليين مرون إلى الدور النهائي من منافسة كأس أفريقيا للمحليين. مباراة بطولية وجمهور من ذهب، تأهل مستحق وفوز مستحق رغم صعوبة المأمورية ورغم صعوبة المنافس، إلا أن لاعبين فعلوها وتأهلوا إلى الدور النهائي. المنتخب المغربي والسنغال، مباراة بين أقوى منتخبين في هذه الدورة التي كانت رائعة ومميزة وجميلة وزادها رونقا وجمالا. لاعبون المغاربة لهم قامات فارعة، أقوياء جدا بدنيا. ثانيا المستوى الفني أو المستوى التقني والتكتيكي. لماذا؟ لا يمكن أن نقارن بينهم وبين لاعبي المغاربة المحلي. اللاعبون الجزائريون ليسوا خريجي مدارس تكوينية محترفة، اللاعبون الجزائريون هم خريجو بطولة منحرفة، عشوائية في التسيير، عشوائية في كل شيء. لذلك لا يمكن أن نلومهم أبدا، هذا أقصى ما يمكن أن يقدمه لاعب محلي في المنتخب المحلي. ثانيا المنتخب المحلي هذا المنتخب جديد نسبيا، ليس منتخبا تدرج في مختلف الفئات السنية. اللاعبون يعرفون بعضهم بعضا، على الأقل نواة المنتخب تعرف بعضها البعض، مثل ما هو الحال بالنسبة للمغاربة. تقريبا في هناك مدارس تكوينية، نعم مدرسة عريقة وعريقة جدا. تقريبا الكثير من اللاعبين المغاربة المحلي تدرجوا في مختلف الفئات السنية، منهم حتى من لعب في المنتخب الأول. لذلك الفارق سيكون واضحا في المستوى التقني والمستوى التكتيكي، خصوصا المستوى التكتيكي. لا يمكن أن تطالب لاعب في الدوري المحلي الجزائري بالصرامة التكتيكية لأنه لم يتعلم معنى الصرامة التكتيكية. نعم، سأبدأ من حيث انتهيت أمين. هو المنتخب المغربي المحليين للدور النهائي من منافسة الشان، يعني نشوف منتخب متأهل إلى الدور النهائي وحتى في أسوأ مبارياته يعرف يفوز بها بالمباريات. ما لازمش نبقاو نبريكولين، سيدي بريكولاج اخر 20 ولا 30 يوم ناخذ فريق المعدل العمر ديالو 29 ولا 30 سنه ما يمشيش. شوفوا السنغال فازوا علينا بمعدل العمر اقل من 20 سنه في لاشان اللي فاتت، في الحين لحقوا الدومي فينال خسروا مع المغرب نفس الشيء. لاعب يفا تريبلي لي زيفور تاعو. لكن نور الدين يقول لك التحفيز هذا ممكن في مباريات وديه، ممكن في تربصات تكون وديه، لكن خلال المباريات الرسميه الامر كاين. لا مانيش نهضر على المباريات الرسميه، هي راح تكون ممكن تكون مباريات يكون اذا ما يكونش تيتولار يكون رومبلاسون. راني نقول لك لازم يكون مشروع. احنا ما عندناش مشروع وين نعطوا الضوء للمواهب تاعنا. كاين مرات وين عندك وقت وين تروح تشوفه، وفي المشكليه تاع اليوم انه يعني راحت هذه بالنسبه للصحافه بصفه عامه، انه احنا ما عندناش لاعبين في الجزائر. كي تقول له ما عنديش، كي يجي مدرب تقول له روحوا نشوفوا مباراه باش يقول له واش تستفاد؟ ما تلقى اونكون جوار. مي باش نقول لك كما قال مصطفى في كاس افريقيا 2019 بين 50 و 70% اللاعبين اللي كانوا تيتولار من المدرسه المحليه. بدا في شاك كومبارتيمون عندك يوسف عطال، عندك جمال بالعمري، عندك فغد البونجاح، يوسف بلايلي اللي كانوا مؤثرين، بن سبعيني، رامي، لاعبين مؤثرين. علاش عندك حاجه مليحه اللي عنده اللاعب المحلي، لي كاليتي انتريسك. عندي كاليتي انتريسك يقدر تكون الدافع تاعو بالامكانيه تاعو وين يكون يفرض المكان تاعو. لازم هذا يكون شغل بالنسبه للاتحاديه. لازم تسوي مشروع انه اللاعب المحلي لازم تعامله تحت الاضواء يعني. جميل. طارق، اخفاق الشان لا يعكس مستوى اللاعب المحلي، يعني ما لازمش نحصروا خروجنا من الشان في الدور الربع النهائي انه ما فيش اللاعبين المحليين وما فيش امكانيه. شفنا بعض الاسماء، شفنا بوكرشاوي مقدم مستوى جيد، شفنا لاعبين قدموا مستويات. اخفاق الشان لا يعكس الوجه الحقيقي للمنتخب المحلي، وان كنت اتذكر ليك انت قلت انه المنتخب المحلي لا يجب ان يضع اهدافه التتويج، لانه المنتخب المحلي مرتبط بالمنتخب الاول وايجاد لاعبين للمنتخب الاول. هذا هو دور المنتخب المحلي وليس التتويج بالالقاب. تفضل طارق. ولهذا انا كنت ضد حضور هذا الفريق في الشان، وانا حتى ولو مش عارف اذا هذا كان قرار فني لمجيد،
ولا الاتحاديه، لانه انا لو انا كنت في مكانه ناخذ اقل من 23 سنه. لازم يكون مشروع يكون بين، ما لازمش نبقاو نبريكولين سيدي بريكولاج اخر 20 ولا 30 يوم ناخذ فريق المعدل العمر ديالو 29 ولا 30 سنه ما يمشيش. شوفوا السنغال فازوا علينا بمعدل العمر اقل من 20 سنه في لاشان اللي فاتت، في الحين لحقوا الدومي فينال خسروا مع المغرب نفس الشيء. عندهم لاعب في عمره 16 سنه. هذا الاستثمار الحقيقي. ولهذا احنا نربط لك انا بالفريق الباء اللي هو يكون خزان الفريق الف. نعطيك فقط، وشوف مصطفى ممكن يدق لهنا. احنا اللاعب المحلي كيف نقزموه؟ مش احنا نقزموه، المنظومه كيفاش قزماته. احنا كنا تكلمنا على بولبينا كيف ما ناداش الناخب الوطني ونادى شياخه في الحين راهو في فريق اقل قيمه من اللي كان يلعب فيه وما راهوش يلعب، وراهو يلعب في الرديف. بولبينا اللي راح الدحيل راهو من احسن عناصر الدحيل، وانا متاكد انه راح لازم ينادي. ليش ما ناداوش في الوقت اللي لازم كان يناديه للمنتخب الوطني؟ هل لانه لاعب محلي؟ هذا هو التساؤل. احنا لازم نشوف. احنا قلنا انه المنتخب الوطني مش احتكار لشخصيه ولا لمدرب. اكيد للافضل اللي يكون اكثر جاهزيه، اللي يكون اكثر جاهزيه ويعطي للمنتخب لازم يكون في المنتخب. في الحين انا نعطي نصيحه، اذا ممكن نعطي نصيحه. المشكل الحقيقي في الجزائر تكلمتوا على فيزيبيليتي، انه البطوله الوطنيه ما راهيش انا با دو فيزيبيليتي، ما راهيش مسوقه بالطريقه اللي لازم. لو نعملوا تسويق حقيقي للبطوله الوطنيه، دي استوديو اكثر من 3-4 استوديو في المساء في المباراه، في وقت المباراه نسلطوا ضوء على اللاعبين، نديروا حصص ونقربوها مثل ما يعملوها في تونس. راهم يعملوها في قناه الكاس بهذه الطريقه. يعني لازم نقربوا اللاعبين ديالنا ويشوفوهم الناس بطريقه اكثر احترافيه. طارق، يبانوا اللاعبين في مستوى عالي. سنواصل نقاشنا في هذا الموضوع ونقاط اخرى، لكن بعد فاصل اشهاري. مشاهدينا نتوقف عند فاصل اشهاري ولنا عوده، لا تذهبوا بعيدا. المنتخب المغربي انتصر بضربات الجزاء باقتدار، يعطي الصحة على المنتخب السنغالي، هدف مقابل هدف. يعني المباراة فات في 120 دقيقة نقصد 1-1، ثم بركلات الجزاء المغرب في النهائي ضد منتخب مدغشقر. فما حاجة هامة جدا خويا جمال، 120 دقيقة و120 دقيقة واللاعبين على الميدان بدنيا حاضرين بنفس الروح بنفس سكونابيل. احنا لي بالي معناتها قاعدين يطلعوا ويعطيكوا، حتى اذا كان يعني في جهاز الرئتين نتاعهم وفي عضلات نتاعهم وفي الذهن نتاعهم مازالوا ينجموا يعطيوك حتى ضربات الجزاء. كما تعرف بعد 120 دقيقة وتم تعادل في عديد المقابلات يعني ويربح لك، يعني ما نتمنوش. هذه لازم تكون درس الى كافة المدربين واللاعبين باش ينجوا على منوال هذه معناتها المقابلات في الافريقي. ثم ضربات الجزاء في بالك خويا جمال يلزمهم برشا مجهود ذهني وعصبي وتركيز، وهذه من اصعب معناتها الفترات. برشا ضربة جزاء ضاعت، ما ضاعتش على خاطرش هو ما عندوش القوة الكافية باش يسجل، لانه ذهنيا ولا ساتوري، وهذا يجي في اخذ القرار. برشا لاعبين يتقدم لك والحارس تعرف سر فين خويا جمال؟ وقت اللي اللاعب يجي باش يسدد له البينالتي، يسدد له ضربة الجزاء، ما يغزرش الكرة، يغزر للاعب، عينيه مركزة على اللاعب، لانه اللاعب الغزرة الاخرانية الفراكسيون سيكوند، ولهنا التركيز والذهنية تلعب دورها. هذا فيما يتعلق المغرب هذا لقجع يعني لابد على هذا الشخص أن يرحل من الكاف. لا حكم لما تشوف التحكيم لما تشوف الأخطاء، لابد على كل الاتحادات الإفريقية أن تتحد، كل هذا الاتحاد أن تتحد وأن تكون في صف واحد من أجل إبعاد هذا لقجع. يقول لك عندنا أزمة رجال في الجزائر، ولهذا أنا أقولها للشعب الجزائري: يا شعب، أنت ما راكش في أزمة اقتصادية، راك في أزمة رجال. صدقيني هو مشكل رجال على المستوى المحلي. في الجزائر هناك مش أزمة ندرة، وإنما ندرة رجال. لا من رحم ربي حد. من تواضع لله رفعه. بكل صراحة الجميل التواضع في الحياة كيجعل الإنسان أن ديما يكون راسو صغير، يكون ديما عارف شنو باغي،
ويكون ديما كيبحث على الاجتهاد وكيبحث على انه يتطور وكيرجح اي شيء اكيد لله. فكذلك الانسان اللي كيكون متواضع فربي كيسخر له الامور وكيسهل له الامور. وحنا الحمد لله عندنا واحد المجموعه كاين هاد الخاصيات هادو اللي ذكرنا كاملين، مجموعه جميله. اي انسان يتمنى يكون بيناتهم. انا قلتها لهم ما مره ما جوج ما ثلاثه، اولا كنبغيهم، ثانيا نتشرف بتواجدي معهم لما نمس منهم من دي فالور اللي كبارين وكبارين بزاف بما فيهم التواضع. فمره اخرى من تواضع لله رفعه. كل ما تواضع الانسان كل ما ربي كيسهل له باش انه كينجح في الحياه ديالو. بالنسبه للميساج كنظن على انه سي طري سامبل. حنا الشوط الثاني يمكن واحد الكره في البدايه ديال الشوط الثاني كانت كورنير ديالنا مازال نتذكروا، جات كره بلا ما نذكر الاسم وضيعناها بواحد الطريقه اللي كانت ماشي جيده. الوغ كان يمكننا من بعد الكره الثانيه نلعبوا للخلف ومن بعد نقلبوا على المكان الثاني، وهذيك الكره هي اللي ردات الفريق الخصم تقريبا واحد 10 دقائق، وبما فيهم الخطأ اللي كان غادي يكون مكلف وخلات الفريق الخصم تقريبا واحد 10 أو أكثر وهما عندنا. وباننا بأن في ذاك الفترة هذيك أن لا عقلته البارح كنت كنقول لكم بأن سيت ماتش ديال لي ديتاي، وبان بأن سيت ماتش ديال لي ديتاي ماشي مقابلة سهلة. مرة واحدة أخرى فريق قوي، وحتى في الأخير فاش في الأشواط الإضافية واخا حسيت بصح حسينا بانه ولينا في المقابله ولينا افضل، وهما كما يمكننا نقولوا بحال نزلوا السلاح ولاو كيلعبوا هيك كرات طويله. ولكن مع ذلك كان خص يبقى الحيطه والحذر، لان في كل لحظه يمكن لهم انهم يباغتوا او يمكن يدار واحد الخطا اللي يمكن له انه يصعب الامور علينا. فكان خصنا نلقاو واحد ليكيليبر بين اننا ولينا في المقابله ويمكننا نسجلوا ولكن بلا بتهور، لانه مره واحده اخرى مقابله كتلعب على ديتاي، فمقابله ما كانتش سهله بكل صراحه. والوقت اللي تداروا لي شونجمون كنظن لي شونجمون يعني الدخول ديال خيري كذلك عطانا انستابيليتي في الميليو التيران، وباش عطانا اون ميور اوسي ستابيليتي وامكانيه اخراج الكره بطريقه افضل واسرع، وهذا اللي جعلنا اننا ولينا افضل في المقابله الحمد لله. قبل ما نمشيو للهجوره نحكيو على المغرب اللي فازت على السنغال، اقوى زوز منتخبات، اقوى زوز فرق في افريقيا على جميع المستويات، صغار كبار تكوين اللي تحب انت. الا اللي شد انتباهي ماتش المغرب والسنغال الحارس اللي لقبوا فيه بونو جديد، حارس ما شاء الله عليه تبارك الله. حاجه اخرى المغرب والسنغال ظاهره خدمه كبيره تاع ملاعبيه الحقيقه تكتيكمون قويين محترفين، ماتوريتي فما تحس ماتوريتي وكل واحد معناتها نضج تكتيكي ونضج معناتها تحس معناتها امبيونس اخرى، تحس معناتها تقول تفرج في الفريق الاول نتاع المغرب. هذه خدمه نتاع وشفت معناتها امين الخدمه هي اللي توصل وهي اللي خدمه تجيب بالضبط. الشان هذه كومبلي الفرق ولا المنتخبات اللي شاركت كاين زوج برك اللي راهم يحضروا على المدى البعيد وعندهم ان بروجي اللي هما السنغال والمغرب. يفو دير لا فيريتي، يفو دير لا فيريتي، سي كو كي تحكم لا موين داج او قال لك شيخ تفهم بزاف في الصوالح. اهلا بكم من جديد مشاهدينا. اذا فعلها المنتخب المغربي من النقطة البيضاء بركلات الحظ الترجيحية ب5 مقابل 3 بعد مباراة ماراثونية دامت 120 دقيقة. أسود الأطلس المحليون يحسمون المواجهة أمام السنغال ويعبرون إلى النهائي الكبير بكل شجاعة وصلابة. هناك عدد كبير جدا من الأحداث ومن الاستحقاقات الرياضية، ولو أننا الآن قبل بداية الموسم الكروي، قبل لا على مستوى البطولة الوطنية ولا أيضا على مستوى المنتخب الوطني المغربي نعيش على إيقاع النسخة الثامنة لبطولة إفريقيا اللاعبين المحليين اللي وصلت إلى مباراتها النهائية، وطرفها الأول في هذه النهائية بطبيعة الحال هو المنتخب المغربي اللي كيوصل للمرة الثالثة تواليا إلى المباراة النهائية طمعا وتطلعا إلى الفوز باللقب الثالث إن شاء الله يوم السبت القادم عندما سيلاقي منتخب مدغشقر. مناسبة هذه الإطلالة التلفزيونية للحديث طبعا على المنتخب الوطني للاعبين المحليين اللي
كيحقق طفره نوعيه غير مسبوقه في تاريخ كره القدم الوطنيه على مستوى الانجازات لا ديال المنتخبات الوطنيه ولا ديال الانديه الوطنيه. ثم ايضا غادي يكون الحديث في اول الامر على الاستعدادات ديال المغرب للاعلان على افتتاح جوهره من الجواهر، معلمه من المعالم الرياضيه، ايقونه الملاعب اللي يمكن يتوصف اليوم وبدون خجل على انه واحد من الملاعب الموندياليه العالميه الرائعه. اقصد بذلك مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط الذي سيفتتح رسميا يوم الجمعه القادم 5 شتنبر بمباراه غتجمع الفريق الوطني المغربي ومنتخب النيجر في اطار تصفيه كاس العالم. وفي ذلك اعتقد اجابه صريحه على من ما زالوا الى غايه الان يعيشون على وهم ان كأس افريقيا الامم ستأجل، وعلى وهم يصدرونه للناس على ان الملاعب المغربيه لن تكون جاهزه في موعدها ولن تكون قادره على افتتاح ابوابها في الاجال الموضوعه لها. والحقيقه ان بعض من إعلام الجارة الشرقية يخبط خبط عشواء، يتوهم على أنه في جزيرة معزولة وعلى أنه ممكن أنه أكاذيبه وإشاعته تنطلي على الناس، في حين أن اليوم يصدم كل من يصدق ما يقوله إعلام الجارة الشرقية حول الملاعب المغربية تحديدا. خلينا من ما يقال في مجالات أخرى، لأنه لنا من العقول النيرة ولنا من النوايا الصادقة والمواطنة ما يمكن أن يرد على هذه الترهات لحظة بلحظة. نتكلموا فقط على المجال الرياضي، مجال ديال كأس افريقيا الامم. ما اكثر ما اشيع حول الملاعب المغربيه، ما اكثر ما برزت الاكاذيب في واضحه النهار. والحقيقه اليوم انا اخترت عنوان ربما غادي يعطي المدلول ديالو والعمق ديالو لنتحدث عن سقوط هذا الجدار ديال الوهم، هذا الجدار ديال الكذب. نفذت التذاكر ولم تنفذ أكاذيب إعلامي الجارة الشرقية، بمعنى أن تذاكر مباراة المغرب مع النيجر اللي غتفتتح رسميا مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط حققت إقبال قياسي بحيث أنها نفذت في أقل من 48 ساعة من عرضها. وغادي نجي للتفاصيل نذكرها، لأنه أولا فريقنا الوطني ما شاء الله أصبحت له قاعدة جماهيرية واسعة جدا، هذا أول أمر. ثاني شيء هو أن المغاربة متشوقين ومتحفزين، بل منهم من يريد أن يعيش هذه اللحظة التاريخية، لحظة افتتاح مركب الأمير مولاي عبد الله الرباط بشكله الأعجوبة كيف غادي يظهر بلا شك، كيف غيظهر بلا شك يوم الجمعة القادم، حيث سيقطع اليقين، سيقطع اليقين هذاك الشك، وسيدمر وسيحطم ما سيراه الناس يوم الجمعة كل حبل الكذب الذي امتد لأشهر طويلة في محاولة للنيل من الثبات ديال المغرب على مواقفه. طبعا الإعلام ديال الجارة الشرقية قال الشيء الكثير وشنع الشيء الكثير وأشاع الشيء الكثير على الملاعب المغربية، على أنه لن تكون جاهزة في وقتها، على أنه الملعب اللي غادي يلعب فيه المنتخب الجزائري هو عبارة عن حفرة من نار، في حين أنه اليوم تحول إلى جنة من جنان الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض السعيدة، ملعب بمواصفات رائعة. واليوم المغرب يعني احنا الآن في نهاية شهر أغسطس، من 9 الملاعب اللي المغرب كيوضعها بشكل استثنائي رهن الكاف لاستضافة كأس افريقيا للأمم. 9 الملاعب، أمر لم يحدث أبدا من قبل. من هاد 9 ملاعب إن شاء الله غادي نفتتحوا الملعب السادس يوم 5 شتنبر 2025. الملعب السادس هو مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعد ما جرى افتتاح الملعب الكبير بفاس، الملعب الكبير بمراكش، الملعب الكبير بأكادير، وأيضا مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وأيضا الملعب الأولمبي المجاور لمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. ماذا تبقى؟
تبقى 3 ملاعب. هي الان في اطار المراحل الاخيره من التهيئه. ويمكن نذكر لكم الى غنتكلموا اليوم او لا غادي نشاهدوا يوم الجمعه القادم بمشيئه الله، يوم الجمعه 5 شتنبر، افتتاح ايقونه الملاعب العالميه ان شاء الله. عن قريب سيفتتح ملعب اخر مبهر، غادي يكون هو اضخم ملعب من حيث السعه، في انتظار ملعب ديال الحسن الثاني بالدار البيضاء وبن سليمان، الذي سيتسع ل 115,000 متفرج باش يصبح الملعب الاكبر والاضخم في العالم كله. فبطبيعه الحال في انتظار هذا غادي يكون ملعب الكبير بطنجه هو اكثر ملعب من حيث السعه، حوالي 75,000 متفرج. اليوم توضعات الغطاء السقف تحط بعنايه كبيره، والان غتبدا عمليه التغليف ديال السقف بتوبيل شفاف ما ياثرش، اولا ما كيتاثرش بالعوامل المناخيه، وايضا ما غادي ياثرش على انعكاس الضوء على الملعب، وايضا ما غيأثرش على مشاهده المباريات من طرف الجماهير في واضحه النهار. هذا الملعب ايضا عندما سياتي افتتاحه غادي نتكلموا عليه، غادي يكون ان شاء الله ايقونه من ايقونات ديال الملاعب العالميه، اضافه بموازاه مع ذلك يعني في حدود شهر شتنبر القادم بحول الله، بدايه اكتوبر سيتم الاعلان رسميا عن افتتاح 2 الملاعب اخرى المتبقيه. ملعب الامير ولي العهد مولاي الحسن بمدينه الرباط، واللي هو اللي غادي يستضيف المباريات ديال منتخب الجاره الشرقيه منتخب الجزائر، وايضا ملعب البريد بمنطقه اكدال اللي هو توضع فيه اللمسات الاخيره لكي يكتمل بناء الملاعب. وليتاكد للجميع خلافا لما يشاع من طرف اعلام الجاره الشرقيه على ان المغرب وفي لالتزاماته وفي لتعهداته وغادي يعطي للكاف كلي اون مان، المفتاح في اليد ديال 9 ديال الملاعب كلها مستوفات لدفاتر تحملات تنظيم المسابقات الافريقيه. ليس هذا فقط، بل ان هناك ملاعب من ضمنها حتى مركب محمد خامس بالدار البيضاء، الملاعب مراكش، اكادير، فاس، طنجه، الرباط، هذه ملاعب كتستجب للمواصفات والمعايير الدوليه، ماشي فقط بمعنى تتجاوز كثيرا المعايير اللي كيفرضها دفتر تحملات ديال الكاس الافريقي للامم والكونفدراليه الافريقيه باش كتستجب الى المعايير الدوليه. واعتقد هنا من كتجي ما اكدنا عليه من ان افريقيا سعيده كل السعاده من ان المغرب سيؤسس لجيل جديد من التنظيمات ديال المسابقات الافريقيه، على ان المغرب غادي يعطي لافريقيا ان شاء الله بدايه من 21 دجنبر القادم وحده من اجمل النسخ ديال كاس افريقيا للامم. اذا نجيو الى افتتاح مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط الذي تم هدمه بالكامل وبناؤه بالكامل في ظرف زمني قياسي. يعني شوفوا ما ابعد الحقيقه عن الوهم، ماشي عن الخيال، لا، لو كان خيالا حتى لو كان خيالا مريضا لتحدثت عنه، لكن هذه اوهام قبالة الأوهام التي كانت تقول على أنه ما يشيعه المغرب وما يقدمه في الماكيطات وكذا مجرد تصورات خيالية، لكن غتجيو الواقع وغادي يشوفوا الناس ما هو أجمل بكثير من الخيال نفسه. علاش؟ لأنهم غادي يشوفوا ملعب بمواصفات رائعة جدا، ملعب يعني كيستجب لكل المعايير ديال السلامه، وهذا اول شيء. ملعب كيستجب لكل معايير الولوجيات الامنه والمطمئنه. الملعب اللي غادي يوفر لكل متفرج فين ما كان، يعني من هذاك المتفرج اللي غادي ياخذ تذكره من الدرجه الثالثه ب 100 درهم الى غايه هذاك اللي غادي ياخذ سكاي بوكس غيمشي لالوج اللي هما كيتباعوا ب 20,000 درهم، نفس المستوى ديال الفرجه. لان الملعب ما شاء الله موضوع له فسيفساء رهيب جدا كيخليك انك تشاهد المباراه
من أي زاوية من الزوايا وأنت في وضعية مريحة جدا.